ونسيت تتعرف على زوجها، فتيجي بعد 3-4 سنين الاتنين مش عارفين بعض بس الاتنين خلفوا. السلفه اللي بتقولي سلفتها والله لا روح للشيخ يعمل لك عمل ومش هتشوفي الولد. زوجتك لها خصوصيه، المفروض تحفظ خصوصيه زوجتك علشان بيواجهوا بيه الغلاء المنتشر، فبيحتموا ببعض لسه في الروب كده مع بعض. ما حدش ان هو يتضايق او يزعل ويحس ان احنا بنهاجم الريف، لا خلاص. وانا لما قرات وطلعت على السلسله بتاعته عجبت فيها جدا. ليه؟ لان فيها حلول. هو مش جاي بيعرض مشاكل، لا هو حاطط حلول. في حاجه كمان مهمه المفروض احنا ننتبه ليها، ان الزوجه دي غالبا في البدايه بتبدا بدايه وهي مش مقصره، بس الوضع بتاع البيت هو اللي خلاها تقع في التقصير. يعني ايه يا استاذ امير؟ الزوجه بادئه المفترض علاقه زوجيه زوج وزوجه، احنا لسه ما فيش اولاد حتى، يعني احنا زوج وزوجه. فبتدخل الزوجه المنظومه دي كلها بتتفاجئ انها المفترض عليها، المفترض ده فرض عليها تولف مع الام وتولف مع السلايف وتولف مع اخوات الزوج الولاد والبنات، خلي بالك، وتولف مع الاب، وتتآلف كويس جدا مع اصحاب الام، وتتآلف مع الجارات، وتتآلف مع بنت خالة الام اللي جايه من سفر بعيد وبتيجي للام كل سنه، فلازم الزياره بيعد ليها بال5 ايام والكلام ده كله، وتتآلف مع اخوات الام اللي هي خالات زوجها يعني، وتتآلف مع العمات اللي هي اخوات حماها، وبتتآلف مع الزوجات الجدد اللي لسه جايين هيبقوا سلافها. فبتبدأ منظومة كبيرة جدا عقل المرأة القاصر لا يستطيع أن يتحملها، فتبدأ الست تشتت بين إرضاء هؤلاء جميعا على مختلف مشاربهم وعلى مختلف ثقافاتهم وعلى مختلف التوجهات بتاعتهم، فتبدأ في حالة صعبة جدا ان هي مش عارفة توازن مع زوجها. وفي الاخر بنكتشف ايه؟ بنكتشف ان الاخت نسيت تتقرب الى زوجها ونسيت تتعرف على زوجها، فتيجي بعد 3-4 سنين الاتنين مش عارفين بعض بس الاتنين خلفوا، الاتنين عندهم عيال بس هم خلفوا. ده اول سنة جواز اصلا عشان انتوا تعرفوا على بعض، يعني اول سنه جواز تتعرفوا على بعض. طب الزوجه كانت مشغوله بايه؟ الزوجه كانت مشغوله في التعرف على الام وعلى الاخت وعلى الجاره وعلى المجتمع والناس، داخله تحل المشاكل دي، داخله تحل مشاكل كبيره جدا. وتبدا خلي بالك بقى من تبدا دي، تبدا تتقرب من اللي الام بتتقرب منه، وتبدا تبعد عن اللي الام عايزاها تبعد عنه، وتبدا تحاول محاولات يعني يائسه لو هي واحده صالحه انها تبتعد عن مجالس الغيبه والنميمه اللي بتتعمل في المجتمعات النسائيه دي. لو اخت صالحه دخلت في المنظومه دي بتحس ان هي يا اما تضيع دينها يا اما تلتزم بدينها، فهتخسر البيئه دي كلها، وهتتفاجئ بعد فتره بالام تقول ايه ده واحنا بنعمل حاجه غلط. وتبدا الام تتكلم مع الابن وتقول له هي مراتك مالها يا ابني؟ مراتك مش يعني مش حابه القعده معانا ليه؟ مراتك مش عايزه تتكلم معانا ليه؟ والبنت طيبه جدا وممكن تكون داخله عايزه تألف البيوت على بعض والكلام ده كله، بس مش عارفه تتعايش مع السلفه الجديده اللي جالها، ولا تتعايش مع اخت معينه من اخوات الزوج ممكن يكون عندها بعض الصفات السيئه اللي هي حاولت معاها بس مش قادره. فتبدا حاله التقوقع اللي انا قلت لك عنها دلوقتي، وتبدا حاله الاكتئاب، وتبدا حاله الاختلاف في كل شيء، ويبدا الزوج يلاقي زوجته كده خلاص ويبدا يتعايش. اول ما تبدا تحس ان انت عايش الحياه الزوجيه عشان انت اتجوزته خلاص، اعرف ان الزواج فشل. روتين الزواج فشل، بس فشل امتى؟ بقى في عيال، فبقيت انتوا الاثنين من اول 3 سنين عايشين عشان العيال. دي مش مرحله، دي مش عشان اولاد، احنا عايشين عشان الاولاد. ليه عايشين عشان الاولاد؟ انتوا نسيتوا نفسكم. الزوجه ممكن تكون نجحت في التعارف على بعض الناس والتآلف مع بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هو انت مش بالضروره يبقى امك وزوجتك الاتنين وحشين او الاتنين كويسين علشان يبقوا حلوين مع بعض، ممكن دي ما تكونش طباعها مختلفه مع دي. مش لازم زوجتك تبقى حلوه مع ال5 اخوات بنات، مش لازم تبقى حلوه مع الكل، مش لازم تبقى حلوه مع الجميع. الاختلاف الفطري يعني مش ضروري كل الانسان يحب اللون الابيض، مش ضروري الكل يجتمع على نفس الحب ده طبيعي. ودي حاجه بتبدا بعد كده تخلق شويه تنازلات، ويبدا انت بتبدا بعدها تدفع، تحس ان انت بتدفع ضريبه طبعا. واللي اقل سلطه هو اللي هيبدا يتنازل. يعني مش معقوله بقى الزوجه اللي هي سلطتها ضعيفه، ويا سلام بقى لو زوجة مثلا طرف في البيت ضعيف شويه،
لكن هي لو زوجة مثلا حد ليه سلطة، السلطة دي جاية مثلا من اللي هو بينفق، هو اللي بيصرف، هو اللي ماسك الأمور، هو اللي ماسك زمام البيت، خلاص ساعتها إيه ممكن الأمر يختلف. لكن لو مش ماسك ده مثلا فبيصبح هنا اللي ليه السلطة هو اللي بيتحكم في الأمر. دي بقى موضوع السلاف مع النفسيات بتاعت السلاف مع بعض. شفت انت الفيديو اللي كان منتشر من حوالي شهر، السلفه اللي بتقول لسلفتها والله لا روح للشيخ يعمل لك عمل ومش هتشوفي الولد. ما هي دي حال القرى وحال الريف، هو الاعمال كلها بتيجي منين؟ ولذلك تلاقي البيت مستباح، تلاقي بعض المشكلات ان الزوجه بتقول انا ماليش خصوصيه حتى في شقتي، الشقه اللي هي فيها مالهاش خصوصيه. ازاي؟ الزوج بيسافر والزوجه بتسافر، بترجع تلاقي الشقه مقلوبه. ليه؟ اصل الام دخلت تلعب في بعض الاشياء، الام احتاجت حل دخلت تجيبها، الام احتاجت مش هي امك على دماغك وراسك، بس زوجتك لها خصوصيه، المفروض تحفظ خصوصيه زوجتك. هو ده برضه يعني بيرجع يا استاذ احمد علشان المجتمع الريفي بيكون مجتمع قريب شويه من الفطر، مفيش توعيه كفايه، ناس بسيطه، يعني الحياه بتبقى تكون فيها بعض الصعوبات، بيحتموا يعني العائلات الريفيه بتحتمي في مبدا العيله علشان يواجهوا بيه مثلا فتن العصر، علشان يبقى ليهم حمايه، لان لو كل بيت لوحده بيبقى ضعيف، علشان بيواجهوا بيه الغلاء المنتشر، خلاص بيواجهوا بيه الصعوبات الاقتصاديه اللي بتكون على المدن الريفيه والقرى والمراكز اللي في الاماكن دي. فبيحتموا ببعض، يقول لك احنا ايه، بيسموها كده جمله، يقول لك احنا لسه في الروم كده مع بعض. يعني ايه؟ يعني ايه واحد يشتغل خلاص بيحط البيت وكانهم شركاء، خلاص كون ان هو ينعزل، يقول لك ده هينعزل يبقى هياخد جزء من الايه، ما هو هيبقى البيت اقتصاده ضعيف، ما يقدروش يشتروا ارض، ما يقدروش يشتروا مش عارف بيت، ما يقدروش يوسعوا على نفسهم، فبيبقى لها مبدا. فده برضو بيرجع ان التوعيه التعليميه يعني ممكن يكون هم ما لهمش ذنب فيها قوي، وان كان ده طبعا لا يعفي الجميع من المسؤوليه، ولكن مش بيبقى ليهم ذنب قوي، لان ايه، ممكن تكون الام ست اتربت على المبدا ده، فما عندهاش ادراك ان الزوجه ليها خصوصيه، ان ابنها ليه خصوصيه، ان ليها حقوق شرعيه. ممكن اصلا ما تفهمش يعني ايه لها حق، هي جت البيت يبقى واحده من البيت، تعمل اللي بيعملوه بقيه البنات، تعمل اللي بيعمل سلفتها، تعمل اللي بيعمل مش عارف ايه، وكذلك اخوات الزوج، وكل واحد فيهم بيبقى ايه، بيبقى عنده نفس الفطره والطبيعه دي. انا بقول كده يعني عشان ايه، حضرتك بتعلن المشكله بقوه خلاص، وانا بقرا التعليقات اللي بتنزل على على المتابعين، فيعني ببقى انا مكان المشاهد في الجزئيه دي، ان هم برضو علشان اهلنا في الريف، وانا راجل ابن الريف، ما حدش ان هو يتضايق او يزعل ويحس ان احنا بنهاجم الريف. لا، انا ابن الريف وما زلت باجي للقاهره، ولكن عمري ما حنيني ابدا انقطع للريف، والاستاذ احمد كذلك جزاه الله خير، وكل اغلبيه الناس اللي اعرفهم، الانسان ابن الريف ده بيبقى عامل زي السمك كده اللي طلعته من الميه، يروح يجد المعاناه والتعب والشقاء وعدم الانضباط في حاجات كتير زي اللي بيقول الاستاذ احمد، ولكن مع ذلك هو دايما يحس الحنين الريف، بيحس المكان اللي هو نشأ فيه، المكان اللي موجود فيه ابوه وامه واولاده اعمامه واخواله. فالمبدأ ده بيبقى فطري عند اهل الريف واهل الفلاحين واهل الريف والناس دول، فبيبقى عندهم المبدأ ده خلاص، بس بيحتاجوا ان هم يتوجهوا. ولذلك ده شغلنا النهارده، ده شغلنا مع الاستاذ احمد النهارده، ان احنا جايبين الاستاذ احمد خلاص. وانا لما قرات وطلعت على السلسله بتاعته عجبت فيها جدا. ليه؟ لان فيها حلول، هو مش جاي بيعرض مشاكل، لا هو حاطط حلول، وده في اخر الحلقه انا باكد عليه المره الثانيه خلاص، ان هو بيجد حلول. ان انت يا حما لما ابنك يتزوج تعملي ايه؟ الزوجه اللي هتخش بيت عيله تعملي ايه؟ انت يا ابني اللي هتزوج وعارف انك انت في بيت عيله تعمل ايه؟ خلاص كل ده احنا بنعرضه وبنحله مع حبنا الشديد لاهل الريف، سواء بقى محافظات بحري، محافظات قبلي، وحفاظهم ان هم بيحاولوا ان هم يحتموا بنفسهم على فتن العصر. وفي ايجابيات كتير جدا لا حصر لها موجوده في اهل الريف وفي اهل الصعيد وفي اهل بحري واهل قبلي، خلاص لا حصر لها، ولكن احنا بنحاول ناخد السلبيات اللي موجوده. علشان انا قعدت مع محاميه، المحاميه قالت لي اللي احنا بنطلب ان يكون في دوائر اخرى علشان مشاكل الأسرة بقت لا عدد لها. يعني مش عايز أقول بقى الإحصائيات اللي بتنزل على نسبة الطلاق المبكر غير عادية، وكل ما إحنا بنحاول نحجم بالقانون الموضوع بيتفاقم أكتر. ولذلك إحنا جايبين أستاذ أحمد علشان يحل لنا المشاكل دي. والسلسلة فعلا مش مجرد حلقة إحنا بنأديها، لا هي واقعية. ولذلك أنا جايب الورق حطه قدامي،
حطه قدامي عشان انا فعلا معجب بالعناصر اللي فيها والواقعيه اللي هي بتلمسها. فنحاول المشاهدين انهم يتابعوها، اسمعوها، سمعوها لاولادكم. انت اسمعها، حتى لو انت كبير عيله اسمعها، انت لو حما اسمعيها، انت لو زوجه مقبله على الزواج اسمعيها، انت لو زوج اسمع وافهم، بدل ما احنا قاعدين نالف في حاجات تافهه وحاجات فارغه. خلاص، ما في علم اهو يا جماعه. الناس اللي بيقابلونا يقولوا لنا احنا عايزين علوم، دلونا على مشايخ، دلونا مش عارف على ناس يفهمونا، احنا جايبين اهو، ولكن انتوا قاعدين الناس بتقضي وقتها في حاجات تافهه جدا. نسمع الحاجات دي. الاستاذ احمد يعني اتكلم في حاجات قويه جدا وعميقه جدا. ونيجي يعني ايه، اسمح لي برضو يعني هطرح عليك انا سؤال. اتفضل. وسؤال حساس شويه. بس انا ما بحبش، يعني بحب دايما امشي في الطريق الصعب.